الحمد لله أنا مهيئة كتير كتير مهيئة يعني ومبسوطة كتير اليوم. أو آخر يوم بعد قبل العملية الثانية، ورح أعمل العملية الثانية ورح أكون مبسوطة كتير لأنه رح يرجعوا إيدي ملاح يعني، وأقدر أعمل كل شي بدي فيه، ألبس حجابي والشغلات اللي ما فينا أعملها رح يصير فيني أعملها. هالة من الفرح حطت رحالها في مستشفى تبنين في جنوب لبنان، أم رزقت بابنتها من جديد كما تقول، وعائلة توزع البهجة، والمحتفى بها ندى ابنة 14 ربيعا التي بات بمقدورها أن تحرك يدها بعد طول معاناة. شاء القدر أن تولد ندى بيدين لا قوة لهما على الحركة، ورغم عجز الطب والأطباء استمرت دعوات الأم وسعي العائلة نحو بصيص أمل يزرع الحياة في يدي ندى. سنوات مرت إلى أن قصدوا الدكتور بلال عبيد وأجرى لها عملية جراحية استثنائية ليدها اليسرى العام الماضي، حيث تكللت بالنجاح، واليوم آن أن تحرك يمناها. بخطى ثابتة شق الدكتور عبيد طريقه نحو غرفة العمليات، وهو متخصص في الجراحة التنظيرية للمفاصل والإصابات الرياضية والعمود الفقري. عملية هي عملية مفصل. بالنسبة لعمر المريض عمره صغير، بعد ما فينا نحط له مفصل اصطناعي، فاضطرينا نحن نعمل مفصل نحن نحفره ونحط له بعض المواد لحتى تحافظ على ثبات المفصل. العملية بتنعمل عادة شبيهة لها بنعمل لكبار بالعمر، ولكن بكون عنده مبدئيا مفصل ينعمل فيها نحط فيها المواد. هلا هي العملية ما في أساسا مفصل، تم حفر مفصل بقلب الكوع وتلبست هالمواد، صار عندها مفصل تقريبا ثابت. هلا هذا النوع من العملية تكنيك جديد شبيه العملية الثانية، ولكن لأول مرة بنعمل بالعالم لولد صغير أصغر من سن البلوغ. هي انه نحفر، اول مرة بنعمل بالعالم، هي انه نحفر نحن مفصل، نحط له مادة اسمها مش تحافظ على عدم انه التصاق المفصل، ونحط مواد جوا تحافظ على المسافة بين المفصلين بين العظمتين. وهذا هو الجديد بالعملية مبدئيا. 4 ساعات من الترقب والانتظار، فالعملية الدقيقة هي الأولى من نوعها في العالم، وهي تجرى للمرة الثانية لندى. والجدير بالذكر أن عدة أطباء في العالم عجزوا عن إجراء عملية تنقذ ندى، لذا حظيت بمواكبة إعلامية وثقت أصعب اللحظات. ندى كل شيء تغير معها بحياتها، لأنه ندى أول شيء بيكفيك أنه طريقة أكلها ما كانت تقدر تاكل أنه طريقة طبيعية. يعني ندى كانت تحط اللقمة إذا بدها تاكلها هيك، يعني إيدها هيك تحطها على كتفها تقدر تلقطها، ما تقدر تحط إيدها بتمها، شغلات تستعصي عليها تحطها على مكان مثلا تقدر تلقطها. فحياتها من وقت اللي عملت أول عملية والحمد لله وصلت لهي النتيجة إنه تغيرت كليا نفسيا، وكل شيء انقلب عندها. إشارة ما كانت تقدر تلبسه إلا بهيك طريقة، قطعة ثياب ما كانت تقدر إنه تساعد حالها، احتياجاتها الخاصة كانت كتير تعاني بهذا الموضوع. فمشان هيك يعني بعتبر إنه ندى حتى اليوم اكتمل ولادتها من أول وجديد عن جد. بيا لندى بتشكر الدكتور بلال عبيد، وبتشكر إدارة المستشفى برئاسة الدكتور محمد حميدي وفريق الأطباء اللي واكب ندى من فترة تقريبا شي 4 سنين لهلا. والحمد لله العملية نجحت، وأول إيد طلعت بخير، والثانية الحمد لله هيدي هلا بتظهر من العملية. وفاتت ندى بثقة على العملية الثانية، إنه حتظهر وإيديها 2 صاروا مثل بعض، يتعالجوا مثلنا مثلها. وهذا الكلام يعني أنا من امبارح كتير عم بتردده، إنه أنا على بكرة حفوت على العملية واظهر ايدي تنام مثلي مثل اي انسان عادي. برمنا حكم كتير ومستشفيات كتير وملفة برم، مش بس هون، برم برا كمان، امريكا، فرنسا، في كذا بلد، والكل اعطت بالاول نفس النتيجة، انه قطعوا لي الامل. وأخيرا تمت المهمة بسلام مكللة بالنجاح، وما على ندى إلا أن ترتاح قليلا من عبء الجراحة. لربما ننسى أن الكتابة والعناق والحركة نعم ثمينة،
لكن ندى القوية ستكبر وتأكل وتعانق أمها وهي تعلم أن كل حركة نعمة توازي صبرها على الوجع. كتر خير الله لا يضيع لي تعب لا لإلي ولا للدكتور بلال ولا للدكتور حيدر، وبإذن الله كل شخص ساهم واشتغل معي بعمليتي هيدي الله لا يضيع له تعب بالمرة، والله يوفقهم بحياتهم كل